قبل ما نبدأ التفاصيل التانية وقبل ما نسيب المنتخب، دايما أكيد شعارنا منتخب مصر أولا وقبل كل شيء، منتخب مصر فوق الجميع وقبل الجميع. بالتأكيد دي بديهيات ومسلمات مش محتاجين إن احنا نتكلم، لكن للأسف الشديد في بعض الأحداث اللي بتخلينا عايزين نأكد ده ونقول ده، لأنه بتحصل حاجات كده بتبقى بره السياق وأزمات بدون أي لزمات، وشيء الحقيقة يعني أكيد مرفوض من الجميع. موضوع خد أكبر من حجمه، لكن للأسف مش عايزين ننكر إنه مؤثر وإنه واخد جدل كبير جدا، واخد يعني الحقيقة جذب وشد ورد وأخذ في السوشيال ميديا، وده شيء يعني غير مطلوب. مفروض دلوقتي إن احنا كلنا نلتف حول المنتخب، لأنه أنا شايفاه موضوع مهم، موضوع شارة الكابتن أو من هو اللي يصلح إنه يكون كابتن منتخب مصر. أنا هقول لحضراتكم مجموعة من الحقائق بعيدا عن الآراء الشخصية. يعني إيه كابتن منتخب مصر؟ كابتن منتخب مصر ده يعني شرف ومجد ومكانة رفيعة جدا. يعني كابتن أي نادي مثلا ده بيبقى شرف، فتخيلوا حضراتكم إنه كابتن المنتخب ده يعني مجد غير طبيعي، انه فعلا اللاعب ممكن يقعد يعني يحلم طول حياته انه يصل للمكانه دي. وكابتن المنتخب ده على فكره هو مش منصب اداري ولا بوزيشن ولا انه مثلا منصب كمان او مركز فني داخل الملعب، انه الكابتن ده هو لازم يجيب الاجوان كلها او هو مثلا يكون احسن لعيب في الملعب فنيا. لا، دي مجموعه كبيره جدا من المعطيات والعوامل والمقتضيات والمواصفات اللي فعلا المفترض انها تتوفر في كابتن منتخب مصر. من قديم الأزل وسنبقى إلى يعني ما يشاء الله إنه البشر مختلفين، ودايما رأيي غير رأي حضرتك غير رأي أي حد، وده طبيعي جدا. مفيش حاجة على وجه الأرض اتفق عليها الناس. فدرءا بقى أو منعا لكل هذا الجدل وكل الشبهات دي، تم الاتفاق إنه الكابتن دايما في أي مكان يكون بالأقدمية بعدد مرات أو يعني عدد السنين اللي قضاها اللاعب في خدمة المنتخب ده أو حتى النادي أو أي مكان. طبعا كابتن المنتخب بيكون بخبرته بسنه بقيادته بمواصفاته يعني بيكتسب حاجات كتير جدا من المكانة دي. لكن طبعا في بعض المنتخبات مش هننكر ده، يعني بيعملوا استثناءات معينة وبيختاروا كابتن المنتخب بناء مثلا على يعني مكانة معينة نجومية شهرة، وده بيعمل مشاكل كتيرة جدا. اللي حصل انه من اول الحاجات الازمات اللي تفجرت منذ تولي الكابتن حسام البدري منتخب مصر هي موضوع شرط الكابتن، وهي دي علامة استفهام انا مش فاهمة ليه. طبعا محدش ابدا هيزايد على حبنا لمحمد صلاح ومكانته عندنا، ده ملف طبعا ما فيهوش اي شك ولا في اي جدال. لكن ليه انا افتح باب الجدل؟ ليه افتح باب الاستثناء؟ هل احنا مؤهلين لده؟ هل حالة الانقسام اللي موجودة اصلا في الشارع الرياضي يعني مستحملة كمان ان احنا ننقسم على اللعيبة ونقول لا ده الأحق وده الأحق؟ طب ما احنا خلاص متفقين من زمان جدا، من ساعة ما الكورة بدأت ان احنا عارفين ان الكابتن ده هو الأقدم. وانا متأكدة يعني من خلال كلام بسمعه من المقربين من كابتن محمد صلاح، من التصريحات حتى اللي قالها الناس من جوه المنتخب نفسه، ان هو ما طلبش ده وهو يستحق. على فكرة يعني محمد صلاح انا يعني الواحد لو ليه اي رأي هيستحق ان انا اختاره في اعلى مكانة بالنسبة لكرة القدم المصرية، لكن انا ليه اعمل مشاكل؟ ليه اخلي اوضة اللبس بتاعت منتخب مصر متوترة؟ ده لمصلحة مين؟ يعني شيء الحقيقة دلوقتي منقسمين بشكل كبير جدا. يعني فتح باب للقيل والقال انه احمد فتحي ما انضمش للمنتخب عشان رافض يدي شارة الكابتن لمحمد صلاح، اللي انا متأكدة ان هم زمايل واصحاب واخوات والامور دي لا تعنيهم. يعني لا شارة الكابتن بالتأكيد هي المفترض ان هي تعمل الجدل ده ولا اي شيء. طبعا الترتيب الخاص بالكابتن بقى يعني معروف جدا وحافظينه كلنا. مفترض احمد فتحي، في عبد الله السعيد، في عمرو السولية، في احمد حجازي،
في يعني لسه كتير. وبعدين محمد صلاح، ما بقول بقى احنا مش عايزين ندخل في جدل مين يصلح، لانه ال الناس مختلفة. سمعت برنامج في الإذاعة بيتكلم على تفتكروا مين اللي يصلح لشرط الكابتن. حضراتكم تخيلوا بقى كم الاحتقان اللي حصل وكم الاستقطاب، وناس تقول لا طارق حامد هو اللي يصلح لقيادة المنتخب لأنه أحسن لعيب، حد تاني يقول لك لا محمد الشناوي اللي يصلح. طب يا جماعة هل ده ينفع؟ يعني هل احنا بدل ما نجمع المصريين على المنتخب عشان ندخل على مباراة 27 نوفمبر الأهلي والزمالك بكده بروح إيجابية، بروح المنتخب، بحبنا لكل اللعيبة، الانقسام ده يحصل والشد والجذب ده يحصل؟ شيء الحقيقة أنا يعني مش عارفة ده لمصلحة مين، والموضوع ده كبير جدا ولازم يتم حسمه، ولازم يرجع الأمر إلى ما كان هو عليه. أحمد فتحي مش في المنتخب، مع كامل الاحترام عبد الله السعيد هو كابتن المنتخب، وأعتقد ده هيبقى رأي محمد صلاح نفسه. حتى يعني في برضو فكرة كده خطرت على بالي، قلت يعني محمد صلاح يعني ان شاء الله ربنا هيديله العمر باذن الله، وانا متاكده انه في يوم من الايام هيبقى كابتن المنتخب التاريخي، هو يستحق ده. في الوقت ده تخيلوا حضراتكم كده رمضان صبحي ومصطفى محمد، ممكن يكون محمد صلاح انهى تجربته الاحترافيه متواجد في اي نادي لكن لسه قادر يدي للمنتخب. رمضان صبحي مثلا يكون في واحد من اكبر الانديه ويسطع نجمه بشكل كبير جدا، ولا مصطفى محمد مثلا، هل ساعتها نقول لا محمد صلاح انت ما ينفعش تبقى كابتن منتخب مصر ونجيب النجم اللي ساطع ده ونبدا نخش في الجدل تاني؟ فهي دي للأسف المشكلة اللي أتمنى بسرعة إن الحكماء يتدخلوا فيها، إنه مش موجود كابتن أحمد فتحي مع إنه يستحق إن هو يكون موجود في المنتخب. ما ينفعش كمان يطلع تصريح يقول إحنا أحمد فتحي ده عمره ما دخل في حساباتنا، مستحيل. أحمد فتحي يعني نتفق نختلف، واحد من أكتر اللاعبين إخلاصا في كرة القدم المصرية، من الجيل التاريخي لمنتخب مصر، عنده قلب عنده روح، بغض النظر عن انتقاله من النادي الأهلي وتجربته الجديدة نتمنى له التوفيق. والنهاردة على فكرة عنده مؤتمر صحفي يتقدم في بيراميدز، لكن كل ده مش هي دي اللي تخلينا نقول عمره ما دخل في حساباتنا في منتخب مصر. لا، أحمد فتحي من اللعيبة الأساسية اللي المفترض انه عايزين نجدد الدماء ويكون عندنا اكتر من لاعب في المركز ده، لكن هو لاعب يستحق حتى لو هي دي الحقيقة. مع كامل برضو احترامي ما ينفعش تتقال في تصريحات ونقول اصل عمره ما دخل في حساباتنا، لا، هتخلي الجمهور يدخل في حالة الجدل اللي انا بتمنى انها ما تحصلش. بتمنى كده انه يكون في يعني حد بيتكلم باسم منتخب مصر يعلي الروح المعنوية للمصريين لأقصى درجة، وهو ده اللي احنا محتاجينه. يعني الناس كلها عمالة تقول حملات لنبذ التعصب قبل مباراة الأهلي والزمالك 27، ونسمع يعني حاجات الحقيقة بتخلي التعصب بدون أن ندري يتسلل كده بين إحساسنا بالنسبة للمنتخب وبالنسبة للعيبة. خلاص النهارده المنتخب هيبدأ، اتمنى كده تطلع التصريحات انه الكابتن هيبقى عبد الله السعيد وهو يستحق ان هو يبقى كابتن منتخب مصر، ومتأكدة انه محمد صلاح هيكون اسعد الناس بالقرار ده، يتقفل باب الجدل وباب الفتنة دي وتخلص، ونبدأ ان شاء الله صفحة جديدة مع منتخبنا. نروح بقى لبعض الاخبار كده الخاصة بالأندية. جلسة الشحات